ده اول جهاز فئة متوسطة عليا السنة دي هو ال V70 5G من فيفو. وبصراحة ما اخبيش عليكم، انا من بعد تجربتي للجهاز انا متضايق جدا، وكان نفسي اعمل المراجعة دي للجهاز في ظروف تانية اكون مبسوط فيها وبنفس. فتعالوا نتكلم سوا عن الجهاز ونشوف محتويات العلبة، وهنتكلم عن مميزات وعيوب الموبايل. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس. طبعا عايزين تعرفوا ايه اللي مضايقني في الجهاز وايه اللي مضايقني في المراجعه دي، علشان كده بقول لك ما تنساش تكمل الفيديو في الاخر، وهقول لك السبب اللي مزعلني في الجهاز ده. الجهاز جاي معاه جراب سيليكون شكله حلو وخامته نظيفه، وجاي بشاحن صاروخي 90 واط وواصله تايب سي يو اس بي. وطبعا الشاحن الصاروخي ده النهارده بقى حاجه مهمه جدا، نظرا لان الشواحن بقت اسعارها غاليه والشاحن الاوريجينال بقى ثمنه غالي، فكون ان جاي معاه شاحن 90 واط فدي تعتبر نقطه قوه في محتويات علبه الجهاز. تعالوا نتكلم سوا عن التصميم اللي اختلف السنه دي عن الاصدار اللي قبله، وشكله السنه دي انا شايف ان هو بقى شيك واشيك من الاصدار اللي قبل كده. اول اختلاف هتلاحظوا معايا في الجهاز هو تصميم الكاميرات، اللي انا من وجهة نظري شايفه اشيك من التصميم اللي كان جاي قبل كده. ومعرفش انا التصميم عاجبني لان هو شيك ولا علشان شبه الايفون. دي هسيبها لك انت بقى تبقى تكتب لي تحت التصميم ده عاجبك لان هو جديد ولا علشان شبه الايفون. هو التصميم شبه الايفون، لكن الايفون ما فيش تعاون مع زايس زي ما هو جاي هنا، ولا في الاورا لايت اللي بتميز اجهزة فيفو في الكاميرات. اما بقى الفريم جاي من الالومنيوم اللي بيستخدم في صناعة الطيارات، ودي من الحاجات اللي هتدي لك احساس ان الجهاز بريميوم وانت ماسك الجهاز. وده كمان هيكمل معاك بالظهر الازاز اللي جاي مط. خلي بالك برضو ان هو ما بيبصمش معاك في الاستخدام. ممكن مع كتر الاستخدام هتلاقي بصمات خفيفة قوي، لكن في المجمل الجهاز ما بيبصمش. واغلبنا طبعا ما بيستخدمش الجهاز من غير كفرات عشان يحمي بيها موبايله. وعلشان لسه احنا في التصميم والفريم، فالجهاز جاي بمايك عازل للضوضاء ومستشعر الاي ار اللي بيميز بيها الجهاز. اما بالنسبة للجزء السفلي للموبايل ففي مكان الشرايح، وللعلم هو بياخد خطين وما بياخدش مكان لكارت ميموري. ده غير الاستيريو سبيكر اللي صوته عالي ونقي وهتاخد منه جودة صوت محترمة. اما من الناحية الامامية فالجهاز جاي بكيرفات دائرية مش حادة، انا شايف ان هي مدية شياكة للموبايل ومحسساك ان انت ماسك الموبايل، ده خلاف الحواف القليلة جدا اللي مدية لك متعة تجربة للشاشة في الاستخدام. ده غير ده كله ان الشاشة هنا جاية مسطحة فلات مش كيرف، وده يعتبر اكتر حاجة دلوقتي الناس بتحبها في الاجهزة الجديدة. والبصمة هنا جاية تحت الشاشة وادائها بصراحة صاروخي، وده لان هي جاية من الاصدار الثاني 3D التراسونيك، ونسبة استجابتها عالية جدا، وهتحس ان انت فعلا ماسك جهاز فلاج شيب مش جهاز فئة متوسطة عليا. والجهاز جاي بمقاس 6.59 من 100 بوصة بشاشة اموليد 1.5K بريفريش ريت 120 هرتز، ونسبة سطوع هنا عالية بتوصل لحد 5000 نتس تحت أشعة الشمس. والشاشة هنا أقدر أقول لك إن هي مميزة جدا، مش علشان حوافها قليلة وبس، لا، لان درجة الوانها انا بصراحة عجبتني جدا وهتستمتع فيها وانت بتستخدم الموبايل، وخاصة لو انت بتشوف اي محتوى عليها. والناس اللي بتحب تشوف المسلسلات والافلام واللي بتقعد بفترات طويلة على الموبايل او بتلعب جيمز هتاخد بالها ان هي ماسكة شاشة محترمة جدا، ومش هتحس ان انت ماسك جهاز فئة متوسطة، بل بالعكس شاشة الموبايل انا شايف ان هي من نقط القوة اللي بتميز بيها الجهاز. ونروح للبروسيسور، والموبايل هنا جاي ببروسيسور سناب دراجون 7 جين 4 4 نانو متر اللي هيديك اداء مميز جدا في الموبايل. وعايز اقول لك ان البروسيسور هنا يعتبر بالنسبة لي محير، مش محير لحاجة، ان انت ما تقدرش تعتبره اقوى بروسيسور ولا تقدر تعتبره بروسيسور ضعيف، لان انت هتقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا. والموبايل من خلال تجربتي ما قدمش معايا اي مشاكل او اي لاج او اي تقطيع لفريمات في الجيمز. وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول لك ان هو جاي للجيمرز، لكن لو انت من الناس اللي بتستخدم الالعاب مثلا زي مش بطريقه كبيره وكتيره، لا، هيعجبك اداء الموبايل في الالعاب. وفي لعبه زي بابجي بيشتغل 90 فريم، مع ان البروسيسور ده رغم ان هو شغال 90 فريم لكن يقدر يشتغل على 120 فريم. معرفش ممكن الكلام ده يتحسن ويتظبط في اصدار تاني ولا لا، لكن اللي هقدر اقوله لك ان انت هتاخد تجربة العاب سلسة وسهلة ومميزة ونسبة استجابة
عاليه وسريعه. بس خلي بالك الموبايل جاي باوريجن او اس بتاعه فيفو اللي هتكمل لك متعه التجربه وسلاسه الاستخدام. ده غير ان هو جاي بذاكره تخزين قويه جدا 4.1، وعايز اقول لك ان الفي 60 كان جاي بذاكره تخزين 2.2، فهنا حصل نقله كبيره جدا. والكلام ده كله والخلطه دي كلها تقدر تقول السوفت وير مع ذاكره التخزين مع البروسيسور هيدي لك نتائج حلوه جدا في الاستخدام والاداء العالي والمستقر. وهنرجع تاني للكاميرات، وبعد ما اتكلمنا على التصميم بتاعها هنتكلم هنا عن جوده الكاميرات. الموبايل جاي ب3 كاميرات. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل فيها مثبت بصري OIS بفتحه عدسه 1.9 بمستشعر من سوني IMX 766، وكاميرا 8 ميجا بكسل للالترا وايد، وكاميرا 50 ميجا بكسل للتيليفوتو بفتحة عدسة 2.7 بمستشعر من سوني IMX 882 فيها اوبتيكال زوم لحد 3x. ده غير التعاون اللي مع زايس اللي مخلي جودة الكاميرات في حتة تانية. ودايما فيفو بتركز على الكاميرات وتجربتها وبتدي لك جودة كاميرات احترافية، ودي ميزة قوية جدا هتلاقيها في الفئة المتوسطة بتاعت فيفو، لأن موبايل فئة متوسطة يبقى في تعاون مع زايس هيدي لك تجربة فلاج شيب. والكاميرات هنا في الفيديو بتصور 4K 60 فريم، وكان قبل كده في الفي 60 كان بيصور لحد 30 فريم. ده كده فيديو بالكاميرا الأمامية تصوير 4K 60 فريم. تعالوا كده مع بعض بنجرب. طبعا أنا قاعد بصور وبجرب وأنا بتمشى عشان تبقوا برضو شايفين الأداء وشايفين الثبات عامل ازاي، وصوت المايك برضو اخباره ايه. قولوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في الكاميرا الاماميه وجودتها في تصوير ال 4K 60 فريم، وبرضو صوت المايك عندكم حابب اعرف ان هو طالع ازاي. دي برضو ايه نقطه تانية حابب اسمعها منكم. ودي كده تجربه بالكاميرا الخلفيه. طبعا يعني اصعب حاجه ممكن تقدر تعملها ان انت تبقى العدسات متوجهه للشمس على طول. فخلينا نشوف برضو كده مع بعض. وده يعتبر تطوير وتحديث في سيستم الكاميرات بتاع فيفو، خلاف ان هو الموبايل بيديلك نقلة كاملة وتجربة كاملة افضل من الفي 60. مش في الكاميرات بس، لا انا شايف ان هي فيفو بتحاول تطور وتشوف النواقص اللي كانت موجودة في الفي 60 وبتحاول تطورها وتحسنها في الفي 70. ميزة جديدة حلوة ضافتها فيفو هنا ان انت هتقدر تبعت اي صور وفيديوهات عندك من موبايل فيفو لابل عن طريق الفيفو شير. والناس اللي بتحب تصوير البورتريه عندك هنا 5 عدسات تختار بيهم العدسه اللي انت محتاجها على حسب الوضع اللي انت شايفه، سواء 23 او 35 او 50 او 85 او 100. وعندك كمان وضع مخصوص باسم زايس هتختار فيه الوضع اللي انت محتاجه على حسب الظرف اللي انت بتصور فيه، سواء سينماتيك مود او فلير مود او سبيد مود. وعندك اوبشن اختيار الاي اي، وده لو انت دوست عليه هتلاقي اختيارات كتيره وكذا مود هتصور فيه، سواء صيف، شتاء، ربيع، خريف، مطره، تلج. فانت لو من الناس اللي بتحب الكاميرات وبتحب التصوير هتاخد تجربة احترافية ممتازة في الجهاز ده. وعلشان تجربة التصوير وظروف التصوير تكتر، فيفو ما نسيتش وكملت لك التجربة بوضع الاندر ووتر اللي هتقدر تصور بيه بجودة عالية تحت المية. وطالما جبنا هنا سيرة المية، فالموبايل جاي بمعيار حماية عالي جدا، الاي بي 68 والاي بي 69. وطبعا هنا الموبايل بدعم الحاجات الاساسية اللي اكيد لازم هتبقى موجودة، اللي هي ال NFC والاي سيم. الموبايل جاي ببطارية عملاقة وقوية 6500 ملي امبير، ورغم البطارية القوية دي الا ان فيفو قدرت ان هي تجيب الموبايل بسمك قليل 7.6 ملي ووزن خفيف 194 جرام. واللي بيميز الموبايل كمان هنا ان هو جاي ب4 سنين تحديثات نظام و6 سنين تحديثات امنيه، ودي نقطه قوه برضو بتميز الموبايل. والشركه بتعرفك ان مهما الموبايل قعد معاك فتره طويله ضمنا لك ثبات الاداء لأطول فترة ممكنة. والموبايل هيتوفر بنسختين، نسخة 12 جيجا رام 256 بسعر 31990، ونسخة 12 جيجا رام 512 بسعر 34990. نيجي بقى للنقطة اللي أنا بدأت فيها، إن أنا ليه متضايق من مراجعة الجهاز ده. وعايز أقول لك اللي مخليني متضايق من مراجعة الجهاز ده الظروف اللي إحنا بنمر بيها والتسعير اللي حصل في الجهاز ده. انا كنت اتمنى الجهاز ده ينزل في ظروف تانية احسن من كده، لان انا شايف موضوع التسعير ده ظلم الموبايل. الموبايل ده لو كان نزل بنفس تسعير الفي 60 اللي هو في رينج 25 26 كنت هتلاقيني متحمس، وكنت هتلاقيني اقدر اقول لك
جيب الموبايل او ارشح لك الموبايل ده او اقول لك ان هو يبقى من اوائل اختياراتك، لان هو الموبايل جاي يعالج كل المشاكل او اداك الحاجات اللي كانت ناقصاك في الاصدار اللي قبل كده. والناس اللي كانت ما خدتش الخطوه ان هي تغير للفي 60 دلوقتي اقدر اقول لك ان التغيير للفي 70 اكيد افضل. خلينا نشوف الايام اللي جايه هيحصل ايه والتسعير هيحصل فيه ايه للشركات المنافسه في الاجهزه الجديده. وزي ما بقول لك كنت اتمنى ان التسعير كان يبقى اقل من كده، لان انا استمتعت جدا بتجربه الجهاز ده، وبصراحه لقيت الموبايل بيقدم لي اداء كويس وكنت راضي جدا على التصميم وعلى الاداء. لكن حته السعر دي خلينا نشوف هيحصل ايه الفتره اللي جايه. الموبايل متوفر بثلاث الوان: اسود، جراي، براون. والموبايل طبعا زيرو ضريبه، صنع في مصر. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وبتمنى نكون استفدنا من الفيديو. كان معاكم احمد قويدر واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.